الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ورزقا واسعا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا، ومن شرار خلقك سلمنا، ومن شرار خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا مع سيدنا داود عليه السلام الملك النبي، وإن شئت أن تقول وهذا أفضل النبي الملك، أول نبي يسر الله له الملك سيدنا داود. سيدنا داود جعله الله خليفة بين الناس، جعله الله خليفة بين الناس ليحكم بينهم بالخير وبالعدل ويرضي ربه ويكن مرضيا عنه عند الله في الدنيا والآخرة. وإن أحيانا الإنسان يحكم بالظاهر، يعني أحيانا واحد يبقى هو الجاني وهو الظالم ويتصنع أنه المظلوم، وهذا الأمر انتشر في هذا الزمان. هذا الأمر كثر في زماننا. هناك أناس كما يقال في الأسلوب الدارج عين في جيبه 100 وش المسكنة، وش الحزن، وش الفقر، وش الجبروت، وهكذا. يعامل كل واحد بوش. إذا كان دافع على واحد مثلا مسؤول من المسؤولين يتذلل، إذا دافع على واحد فقير وهو غني يتنطط عليه، إذا دافع على واحد مثلا عارف ربنا يعمل نفسه إيه، إن الراجل يعني إيه، يعني سجادة إيه، ده السجادة اتقطعت، العملية معدية مع كل واحد بوشه. طب بص لنفس البني آدم ده وهو بيعامل الفقير اللي أقل منه
او اللي محتاج منه حاجة بيبقى عامل ازاي ولا ايه؟ بيبقى عامل ازاي؟ اذا عمله برضا الله اعرف البلد ده كويس. اذا اتنفخ عليه واترسم عليه اديله علامة خطأ وخطر، ان النوع ده مدمر. اسأل الله ان ينجينا من معرفة هؤلاء وان يرحمنا ان نكون من هؤلاء. قولوا امين. فسيدنا داود عليه السلام دخل عليه ناس جايين يتخانقوا مع بعض، زعلانين من بعض. فبيقول له الناس بيقولوا له احنا زارعين الغيط بتاعنا، والناس دول الغنم بتاعتهم نزلت كانت الايه؟ الزرع. انت بالغنم يجوا كام؟ سيدنا داود هيحكم اهو، وده نبي. الغنم ده يساوي كام؟ قالوا مثلا يساوي كذا من المال. طب القمح السنة القمح ده لما تضموه يتأين يبقى بكام؟ يساوي كام؟ قالوا يساوي كذا. فلا ان ثمن القمح قريب من ثمن الايه؟ او هو ثمن الايه؟ الغنم. قال خلاص هم اتلفوا الزرع بتاعكم والغنم بتاعهم يساوي ثمن الزرع، فخذوا الغنم عوضا عن الايه؟ عن الزرع. مين اللي قاعد بقى؟ ها؟ سيدنا سليمان. ما هو كل واحد يطلع زي ما ابوه اسسه. انا فاكر في يوم جمعه وانا بخطب في مسجد من المساجد، الولد جاي من اخر المسجد، ولد لم يكمل 5 سنين، ماسك المسجد من ورا، يقف قدام كل صف ويفعل كما تفعل من ترقص. ولد طفل لابس هدوم لكن بيعمل حركات الراقص. كلما تجاوز صفا ولا فوق المنبر الجامع يتقلب ضحك، الناس مش قادره تمسك نفسها، لان الناس عارفين ده مين وخلفيته ايه. طيب اعمل انا ايه بقى؟ سبت الميكروفون ووقفت ساكت، شلته من قدامي كده ووقفت ساكت. ثم ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. لو ابوه عوده على القرآن هيقف قدام كل صف ويقرأ ايتين. عوده على الرقص هيقف قدام كل صف ويرقص كما فعل هذا الغلام. سيدنا سليمان سيدنا داود بيعود ابنه على ايه؟ على ان يحضر مجالس الفقه، مجالس الحكم والقضاء بين الناس. انت عارف لو واحد مننا جاب حفيده او ابنه، الولد ممكن ما يبقاش فاهم حاجه، لكن ده بيعمل حاجه في العقل في المخيله، نوع من انواع الوثوق وحب مجالس العلم. ينشأ ويتربى على الايه؟ على حب العلم. فسيدنا سليمان قاعد، وانا اعتقد انه لم يكن اول مجلس يجلسه، اكيد كان له ايه؟ مجالس سابقه في حضور هذا الامر. فقال له يا ابت اتأذن لي؟ ممكن اتكلم؟ قال ارى ان اصحاب الزرع يأخذون الغنم فينتفعون بأصوافها وألبانها، ومن أتلف الزرع يأخذ الأرض فيعيدها كما كانت بزرع مثمر. فربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية في القرآن: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث
إذ نفشت فيه. شوف كلمة نفشت دي، يعني أجبانه بالغنم. نفشت يعني إيه؟ أنت ما يكون عندك حتة قطن وتقوم ماسكها نفشها من بعضها كده، ها؟ إذ نفشت فيه غنم القوم، هلهلت شوية الزرع خلاته إيه؟ ففاكر زمان لما كنا بنجيب النورج ونعمل البتاع الرز ده كده دايرة وطلع النورج يلف فوق، أو هذا قريب منه. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله أكبر، يا سلام. لما يجي انت كده تسمع ان واحد يثني على ابنك، بيثني على ابنك. شوف ربنا بيقول على ابن واحد قدامه انه اتاه علم وحكمه، حكما وعلما. تمضي المسيرة مع سيدنا داود ويأتيه أمر آخر. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. اتنين متخانقين مع بعض غير دول، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. يا سلام لو واحد النهارده شغال حاجه واحد يقول له احكم بالحق وما تظلمش. انا يا ابن الذين بظلم؟ انا اظلم يا ولد؟ ده هذا العدل ما نزلش من السماء مع الثاني. اسال الله السلامه. اهو نبي فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجهم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا. الحمد لله إن جات الإلا هنا استثناء طيب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولذلك ما تعرفش الإنسان إلا ما تعامله بالجنيه وتناسبه في العرض وتجاوره في السكن وتصاحبه في السفر. 4 حاجات: تعامله بالجنيه، تسافر معاه، تسكن جنبه، تنزله. 4 محاور دول هم اللي بينوا الإنسان. ولذلك ربنا قال إيه؟ وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، بيظلموا بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أنا متذكر كنا مسافرين في السفينة في المركب رايحين نعمل عمره، فالناس ما شاء الله المصريين بفضل الله ودي الحمد لله نعمة عندهم روح التود والتآخي. فقلت للناس اللي قاعدين معانا في الحجرة يا جماعة بدل ما كل واحد ياكل لوحده، كنا في رمضان، نحط أكلنا على بعضه وناكل مع بعض زي ما الأنصار كانوا بيعملوا. فيعني رغبوا الفكرة واستحسنوها. فواحد منهم ما جابش الأكل بتاعه، خباه. خلاص يعني اعتقدنا ان هو مثلا ما جابش أكل، واحنا نازلين من بعد ما خرجنا من المركبة يفتح الكيس بتاع الأكل ما شاء الله نص شوية، بيفتح الريحة الناس كانت هتيجي تقع في قلب المية من العفن. موقف لا ننساه أبدا. الجار
الجار لما يحصل منك ومنه احتكاك، وزوجة جارك ولا بنته تقعد تنشر، تقوم انت قافل شباك البلكونه عشان ما تبصش، يبقى ده عارفه. لا ده التاني جايب بتاع نضاره معظمه عشان اللي قد كده تبقى قد كده، والصغار يبقى طول الجامع ده. ايوه والله الشباب بيعمل كده، الا من رحم الله. يجيب بتاع الكاميرا المكبره دي ويقعد يلف ده على نسأل الله السلامه. ولذلك ربنا قال ايوه وقليل ما هم. اللي عايز تعرفه عامله في الجنيه، واكثر منه امنوا على الجنيه، امنوا على الجنيه، خليه مؤتمن على المال. هيؤدي المال الى من يستحق ويتقي الله فيه، ولا يبغي به فخرا ولا رفعة في الدنيا، هذا من القليل. وإن كانت الأخرى، يعني إيه كانت الأخرى؟ يعني الخير لما كانش يجي على إيدي يبقى مفيش خير، العلم ما يتقالش إلا على لساني يبقى مفيش علم، ده دليل إن هو مش تمام. أيوة يعني بعض الناس إذا حد اتكلم إيه رأيك في فلان، يا عم هو بيعرف حاجة. طب والشيخ فلان هو بيفهم. طب والإمام فلان يا عم هو بيعرف يقرأ الفاتحة. طب وفلان يا عم ده مش عارف أنا. كل الناس كده. طب وانت بقى يا سلام، هو أنا في شكلي ده الحبر الفهامة خلي بالك من تراه هذا افهم انه اديله برضه علامة خطأ، اديله علامة خطأ. وهكذا في كل المجالات. وهذه الصفة التسلطية موجودة في البيوت. لو واحد مثلا ابوه قاعد في مجلس، ابوه ده عمدة ولا شيخ عرب يا اخي، بيحكم بين الناس، والراجل حكم حكم يعني ايه مظلوم، بس في احسن منه. ابنه يقول له يابا لو سمحت يعني ممكن اتكلم؟ اسكت يا ولد، تعال استغلوا في وسط الرجاله ولا ايه؟ انت نفسك تقطع لسان ربنا على الايه؟ على التسلط. لا تفهمناها سليمان ما زعلش، يعني ابنه بيقول ان في راي احسن من رايه، ما زعلش، بل قبل هذا وفرح به. لما يجي واحد يتجوز بنته، خلي ولادك، ده ولادك شباب، يا ابني رايك ايه، وانت رايك ايه، وانت يا حبيبي رايك ايه، يعرف اللي شكله كلهم شباب يقدر يفهم اكتر منك. ده انا عديت ال60 وال70، اللي من دوره بقى 30 و25 ده شايف ولافه بشكله يفهم. ففهمناها سليمان. الخصمين بهم بقى ان هم التانيين بقى ان هم تصوروا المحراب على سيدنا ايه داود عليه السلام. طبعا انت عارف ان يجي كلام خطأ يقول لك ان سيدنا داود كان طالع فوق القصر بتاعه، كل الكلام ده ما حصلش، وهذا كلام كذب وافتراء على هذا النبي، كذب ليس بصحيح. كل ما فيه هو من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصح، لأن مقام ولن تجد رسالة أوفت الأنبياء حقهم إلا رسالة الإسلام. اقرأ في الكتب التانية مطلعين سيدنا سليمان كان ساحر، وسيدنا لوط استغفر الله زنى بابنتين، وسيدنا يعقوب خانق مع ربنا استغفر الله، والله في الكتب كده. وسيدنا داود شاف مرات قائد الحرس ودخلت دماغه وبعته الجيش عشان يتقتل، واتجوز غصب عنه. امسك الإسلام بقى، هل ممكن تجد
آية حرف انتقص من حق نبي من الأنبياء؟ أبدا أبدا أبدا. فالرجل الاثنين بيشتكوا سيدنا سليمان، فأول إنسان هو بص لقاهم بإيه؟ تصوروا عليه محراب الصلاة. يعني كان قديما كل واحد عامل في بيته حاجة زي المسيجد كده، مسجد صغير، فتصوروا على سيدنا سليمان داود المحراب. خلي بالك الهيكل هذا من ادعاءات اليهود، لأنهم يريدوا أن يثبتوا في عقول المسلمين أن تحت المسجد الأقصى هيكل، وهذا كلام مكذوب، وبثوا هذا السم في كتب التفسير وغيرها. ولذلك يقول لك نحن لنا الهيكل، والهيكل ده تحت المسجد الأقصى، ولذلك هم يحفروا تحت المسجد بحثا عن هذا الهيكل المزعوم، ولم يجدوه، ولم يجدوه. فسيدنا داود لم يكن في خلده، ما كانش يتوقع ان في واحد يكذب. فالتاني الاولاني اتكلم، كان عنده حجة طيبة، يعرف يعني يتدمع وعلى طول يعرف يتصنع. التاني مسكين. فسيدنا داود لم يستمع إلى المشكو في حقه، إنما أنظر الحكم أول ما سمع كلام الشاكي. فربنا قال له لا، إن جعلناك حكيما خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. دي الثاني، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا بد من التثبت. اوعى لما يجي لك واحد مثلا متعور تقول يا ده اللي انضرب، ما يمكن الثاني مذبوح. اوعى يجي لك واحد هدومه متقطعه تقول ده مظلوم، ما يمكن الثاني متعور. فلا بد من التثبت. فإذا تثبت غمض عينيك وأرض ربك، يهمكش من حد. انت ثبتت ان اللي قدامك ده ليس على الصواب، وليس هناك سبيل إلى أن يقوم أو يتعدل سلوكه، ده دين ربنا، لا تجامل في دين الله. فغفرنا له ذلك. ولذلك العلماء في سجدة هنا، دي في صوت ايه؟ صوت صاد. هل السجدة هذه من سجدات الصلاة أم أنها عزمة من سيدنا داود؟ الثاني عزمة من عزمات سيدنا داود. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ السجدة في سورة صاد سجد، وسجد الناس معه. في يوم ثاني قرأ بنفس الآيات فتشذن الناس، تشذن بالذين، تشذن الناس للسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود، فنزل من على المنبر وسجد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا ابن عباس قال إن سجدة صاد ليست من عزائم القرآن، يعني مش من سجدات القرآن، إلا أنني رأيت رسول الله يسجد فيه. فيبقى أنت مخير في سجد الصاد بس. ولذلك تجد في التراويح في الحرم الإمام على ما أتذكر لا يسجد السجود في صوت الصاد، لأنهم أخذوا بالرأي إنها إيه؟ ليست بسجد. فبقدر إحنا عدينا عليها وسجدنا، هل نبقى غلط؟ لا، ما تبقاش خطأ.
والمصاحف القديمة طبعة الحرمين اللي بتاع الشمال دي كان يقول لك سجدة عند الشافعي او مختلف فيه لغير مال. خلي بالك يعني هي عند الامام ايه؟ عند غيره من الائمه. فاذا سجدت فيها فلا باس. ما صلى على سيدنا النبي. سيدنا داود كانت له المزامير. المزامير اللي هي ايه؟ كتب الحكم بتاعته. وكان من احكم الناس. تقريبا زمن سيدنا داود ده كان زمن الحكمه، لأن كان في زمن سيدنا داود كان سيدنا مين؟ سيدنا لقمان. سيدنا لقمان هذا الرجل الصالح كان في زمان سيدنا داود، وهذا مما لا يعرفه كثير من الناس. سيدنا داود كان يقول ايه؟ اسمع الحكم بتاعته: حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات. حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يمضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. يعني ما ينفعوش يقول له خلي بالك انت يا شيخ في كذا، اوعى الغرور ياخدك، اوعى الدنيا تغرك، اوعى الفلوس تضحك عليك، اوعى الناس تخدعك، انت غلطت في المسألة الفلانية، بس في ودني الله يبارك لك، في ودني مش قدام حد خالص. ما يمكن الراجل ده يا اخي واخد يعني مفكرني ان انا شيخ، فلما تغلط قول لي في ودني والله سأقبل يدك، وإن رضيت فأقبل قدمك، لكن انت بتدلني على الجنة. لكن المصيبة ان الانسان اول ما يتعلم شوية حاجات يقوم جايب شوية يقفل الودن اليمين ويقفل الودن الشمال، لا يسمع يمين ولا يسمع شمال. لا، انا تعودت ولك الحمد يا رب ان انا لما اغلط غلطة اصحح خطئي امام الناس فوق المنبر. والله فعلتها اكثر من مرة، قال لهم الحديث انا قلته الجمعة الفلانية حديث خطأ ليس بعين. انا كنت بسمع شيخ من مشايخ في قناة النبي وكنت تعبان عايز انام، فانا يعني شبه ما بين الايه لسه بدايه نفس النوم مشغل بسمع الشيخ ده، نسيت اسمه، فلقيت جاي له سؤال في الفتاوى قال لا اعرفه. فالراجل مقدم البرنامج بيقول له ايه؟ بيقول له ده بيفتح عليه، يعني بيحاول ايه يغششه الاجابه. قال لا تفعل هذا، انا لا اعلم عن هذا شيء، لم اقرا فيه كلمه. والله انتفضت قمت قاعد قلت لا ده الراجل ده الواحد يسمع له احسن من ينام. لكن في مشاكل كل حاجه ماشي لازم ايه زي المنشار الكهرباء، مفيش حاجه عنه ما يعرفهاش. ان الله راجعون. سيدنا ابن مسعود لما سئل من افتى في كل ما سئل هو مجنون. فسيدنا داود نرجع له تاني: الحق على العاقل الا يغفل عن 4 ساعات: ساعه ينادي فيها ربه، وساعه يحاسب فيها نفسه. انا غلطت في عم عبد التواب النهارده، يا ترى عملت فيه ايه؟ الراجل ده زعل مني، طب انا اول ما قابله ابوس دماغه، طب عم الحاج محمد، طب عم الحاج عبد الغفار، طب الاخ، طب الاستاذ فلان، طب انا زعلت مين النهارده؟ طب النهارده الفجر ما صحيتوش، ده دخلت الجامع بعد ما قالوا سمع الله لمن حمده في الركعه الاولى، طب ايه اللي اخرني عن صلاه الفجر؟ طب انا كنت ضابط المنبه، يبقى في حاجه عملتها غلط، انا اغضبت ربنا في حاجه، انا بفتح باب البيت لقيت زوجتي قايمه فيا نايم، ما خلي بالك من اعمالكم سلط عليكم وما عقدت قدما الا بذنب. الله يفتح عليك. تمين يا عم الحاج، تمنور الله. وانا هتاني بقى وما عقدت قدما الا بذنب. الله يفتح عليك. ايوه الله يفتح عليك. كان الصالحين يقولوا كده، اذا صبعه اتعور يقول انا عملت ذنب
ولذلك ربنا بيعاقبني. فلا بد انك تحاسب نفسك. وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. ايه يا ابني رأيك ايه في الخضر؟ انت هو في شكلك؟ يا عم انا مش عايز المجاملة دي، قول لي عيوبنا كذا وكذا وكذا وكذا، والمفروض كنت طولت شوية، كنت قصرت، الجو حر. طبعا مش هسمع كلامكم في الحتة ديت. المفروض كنت تقول، كنت جبت آيتين كمان، انت نسيت تقول الآية الفلانية، الآية نطقتها غلط. هو كده. لكن نفضل نجامل بعض، لكن انصح من تنصح فين؟ في ودنه، وخاصة أبنائه. عيل من عيالك شال فلوس، انت سايب مبلغ في البيت شال، تعمل ايه؟ التليفونات بقى عمته تعرف، وخالاته، ولاد عمامه، ولاد اخوانه، والجيران واصحابه، ويجيب زمايله في المدرسه وزمايله في الجامعه، ويعملوا مجلس تقديم ويفضح الولد. طب انت عملت كده بقى؟ طب هو كان بيسرق الفلوس وايه في السر كده، خلاص بقى يبقى حرامي محترف. ما هو فضح. هو ايه اللي خلاه يسرق في السر؟ انه خايف ان حد يكشفه. لا ده انت تمسكها له بقى، تقوم ماسكه بينك وبينه كده. خلي بالك، الفلوس اللي انت خدتها انا عرفت ان انت شلت فلوس، انا اول واخر مره تعمل كده. ويمسكوا بقى يشتغل على الحاجه دي سنه. ها اقول ما يجيش بقى لمراته يقول لها ما زوجتك هتقوم فاضحه الدنيا. فلا بد ان تنصح ابنائك بينك وبينهم. دخلت البيت مثلا لقيت ولد جاي في فيلم خليع في رقص مثلا بتاع، امسكه بالراحه، علمه، وجهه. شبابنا مش لاقي حد يفهمه، مش لاقي حد يفهمه. وللأسف ده في ناس من الملتحين وانا احسب عليه ما يقولش السلام عليكم الا واحد ملتحي، الا واحد مش ملتحي ما يقولوش هو هتعمل كده، انا عارف ان انت ما بتعملش كده. لا، لان ده خطأ. ده انا مسلم على الانسان العادي، ما كلنا عاديين، هيحبني. يا سلام، ده في راجل مربي دقنه بس راجل بتاع ربنا، ده في راجل ماسك سبحه بس راجل طيب قوي. فتؤلف قلوب الناس لدين الله. اسمع يا سيدي، وساعة يخلي بين نفسي وبين لذاتها. ابعد نفسي كده، اجي في ليلة اقوم نايم على الارض، اجي في ليلة انام من دون ما اغطي، قافل التكييف، قافل المروحه في عز الحر، ليله واحده. يا عم الدنيا حر، هتعمل ايه في حر القبر؟ ما انت لما تشد على نفسك هتيجي بعد كده ايه؟ تفتكر انت عندك عربيه ربنا يوسع عليك، سيبها قدام باب البيت وتمشى مسافه 3-4 محطات، مش بالليل في عز الحر. هتقول يا سلام، امال همشي ازاي يوم القيامه؟ همشي ازاي يوم القيامه؟ هعمل ايه؟ انت الحمد لله بتشوف بص النساء الشباب يعني اقوم يوم جاي يمشي نفسه في حته زي مثلا قدام باب جامعه، مثلا قدام كليه هندسه مثلا يعني، ها ماشيين بقى قدامك بقى، هتعمل ايه؟ لا الحمد لله انا ماشي اهو. وبعدين تتعود بقى، العمليه دي بتيجي بالتعود، تمسك نفسك. الشيطانه مشيت قدام، هذه الشيطانه مرت امامك، فالشيطان يفضل خلاص انت نجيت من شرها لما اتت من امامك، فخلاص بقى الشيطان هيخليك ايه؟ تطمع البصر. لا، احفظ نفسك ودرب نفسك، درب نفسك على الحلم. انت ما شاء الله قوي، ولو خبطت واحد كف على وشه هتفرط له صف اسنان. امسك نفسك، لابد ان تخلو بنفسك وشوف عيوبي ايه وحاول اعالجها. دي كانت من حكم مين؟ سيدنا داود. سيدنا داود لما عليه السلام
سيدنا آدم ربنا بيقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أنا جبت كلمة قال ليه؟ يعني ما ينفعش ابتدي أقول ألست بربكم وأنا مين أنا؟ فأصدر الخطاب لمن قاله سبحانه. فسيدنا آدم لما بص كده أو كان زمان ممكن يكذبوا الآية دي استغفر الله العظيم. النهارده ما يقدروش يكذبوه. البتاع شوف البتاع ده ده بيعمل ايه ده؟ بيسجل وبتسمع منه وممكن تسلط على واحد في بيته تحطه في مكتب واحد وتسمع عنه كل اللي بيعمله ودبه تشيله. ده ممكن يسجل عليه تقريبا 40 ساعة تقريبا او اكثر من ذلك. البتاع ده قد ايه؟ شيء غريب. ده في بتاع اسمها الديسك بتاع الكمبيوتر دي اسمها ايه؟ لا ده في غير كده بقى، فلاشة صغيرة كده ممكن تحط عليها أسرار دولة، يعني أسرار من وزارة الدفاع ووزارة البتاع الصغيرة ده ايه؟ قد كده اهو قد عرف الصباع. خلي بالك قد ده في أنواع أصغر. إذا كانت قدرة البشر فوصلت أن يخزنوا معلومات على ما يعني في حجم عقلة الأصبع وهم خلق من خلق الله، أليست في قدرة خالقهم أن يعرض الذرية على آدم عليه السلام؟ يقدر يقدرش. إذا كان علمنا كده فربنا سبحانه وتعالى يعرض الذرية على سيدنا آدم زي شريط الفيديو كده، صور مصغرة كده. شفت الفيلم بتاع الكاميرا تلاقي فيها ايه؟ صور صغيرة كده. ده في أحدث من كده، فبيعرض عليه بطريقة الله أعلم منه. فبص لقى واحد كده ايه بيلمع كده، لقى واحد بيلمع. يعني سيدنا آدم شافني شافك شافك من ظهورهم ذريتهم. قاعد يشوفنا في قد ايه؟ سبحان الله. فسيدنا آدم بص وجد منهم رجلا يظهر. يعني ايه؟ يعني شكله جميل. قال له من هذا يا رب؟ يظهر بالزين. من هذا يا رب؟ قال له هذا ابنك داوود. ده ابنك داوود. ده بين سيدنا آدم وسيدنا داوود كم 1000 سنة، مئات الآلاف من السنين. بن يزيد ابنه. ما كلنا أولاد سيدنا آدم يا بني آدم. قال له يا رب عمره قد ايه؟ قال له هيعيش 60 سنة. هيعيش كم سنة؟ 60 سنة. 60 سنة بالنسبة لسيدنا آدم يعني من هنا لحد المؤسسة كده، من هنا لحد أول شارع أحمد حلمي لحد باب الجامع. ما هو عاش كام؟ عاش 1200 سنة سيدنا آدم. فبقول له يا رب ما تزوده في العمر شوية. قال له لا إلا من عمرك. عايز تزوده؟ أنا ممكن أديله سنين من عمرك. سبحان الله. فزاده الله 40 عاما من عمر آدم. وفي رواية أن الله أشهد على العقد جبريل. كتب سيدنا آدم ورقة. ما هو البني آدم كده بينسى. أنت جاي، أنا جاي أستلف منك حاجة. طب يا ابني اكتب لي ورقة. اكتبك؟ ده أنا بصلي ينفع؟ لا لازم أن تكتب. ليه؟ ما يمكن أموت، ما يمكن أنسى، ما يمكن الشيطان يلعب بيا، ما يمكن أولادك ما يرجوش يسدوا. فقال له يا رب اديله من عند 40 سنة عشان يقفل الميت. قال له إلا من عمرك. فسيدنا آدم بقى لما جه يموت
احنا قلنا قبل كده ان مفيش نبي بيموت الا ما ربنا بيعرفه الاول. ولذلك سيدنا موسى لما جه ملك الموت عليه في صورة بني ادم خرم له عليه، اقول لك لا حصل، لانه تشكل في خلقة ادمي فاجرى الله عليه ما يجرى على الادمي، وفيها اختبار لموسى واختبار لهذا الملك. سيدنا موسى فكروا ايه؟ واحد جاي يخش بيته غير اذنه، ولم يقع في عقل موسى ابدا ان اللي جاي ده ملك الموت. لان ملك الموت قبل ما يجي على نبي لازم ايه؟ يقول له انا جاي اعمل ايه؟ اقبض روحك، موافق ولا تعيش؟ الله اكبر، يعرف. فسيدنا ادم ملك الموت قال له يا ادم ربنا بعتني ياخد روحك. يا سلام، ده ايه ده؟ ايه العزه دي؟ عزه والله. انا لا ده ليه 40 سنه يقعد بقى الايام. طب عرف منين؟ انت نسيت سيدنا ادم كان في الجنه؟ نسيت ان سيدنا ادم نبي مكلم مرسل، فتلقى ادم من ربه كلمات من ربه، ما قالش من جبريل. واللي بيتلقى كلمات من ربه يبقى ايه؟ يقول لك اصل ادم ده ما كانش نبي، ليس ابو البشر. اللي بيتلقى الكلمات ده يبقى ايه؟ يبقى شغال ايه؟ نبي. فتلقى ادم من ربه المقصود. فسيدنا قال له يا رب ليه 40 سنه؟ قال لا، انت اديت ابنك، اتبرعت لابنك داوود ب40 سنه. قال له يا رب انا نسيت. قال يا جبريل اريه ما وقع عليه، وريه ان ايه؟ ان مضى عليه. فذلك ربنا يقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل ماله فنسي ولم نجد له عزما. الله اكبر. الحديث ده رواه مين؟ رواه الامام مسلم وغيره وكثير جمع من الائمه. سيدنا داود كان عنده مكان في البيت، وانا يمكن يعني منذ شهرين ابتديت اعمل الحكايه دي. مكان الاولاد ما يخشوهوش، الاطفال ما يخشوهوش، يبقى طاهر للصلاه، طاهر لقراءه القران، نقرا فيه العلم، نقابل، مغلق. فانا قلت لا اتعلم من اكيد كلام الانبياء صح. فكان سيدنا داود له مكان مغلق يتعبد فيه، ينام فيه، يقفل على نفسه، محدش يعرف هو بيعمل ايه. بيقول زوجته جايه خارجه في قلب وسط الدار. تنفع وسط الدار دي؟ تنفع، ما تمشي حالك بقى، طلع سيدنا النبي في وسط الدار، ما تزعلش نفسك. فاذا برجل واقف في وسط البيت، في وسط الايه؟ الدوار بتاع البيت بتاع سيدنا داوود. قالت له انت عارف ده بيت مين؟ مين اللي دخلك هنا؟ والله لا يفضحنك داوود، ده داوود هيبهدلك. انت ازاي تخش على حريمه وهو مش موجود؟ النهارده يبقى جاي من الشغل يلاقي صاحبه قاعد مع زوجته، بس بقاله 5 ساعات جاي وانا اتكسرت اسيبه على باب الشقه، ما ينحرق في 60 دقيقه. يقعد مع زوجتك ليه؟ يا عم ده زي اخته. زي اخته يعني ايه؟ يعني هو مش راجل؟ مش راجل؟ خنثى ولا امرأة؟ ام هو رجل؟ الصعب عليه الجو حر، هيروح فين؟ ينام في الجامع، يبقى يتصل قبل ما يجي. صديقك لا يدخل على نسائك. سيدنا داود زوجته خايفة، عارفة ان جوزها وحش، راجل بطل، مش والله عملت خير، انت بنت حلال والله، ده انت رفعت راسك النهارده، رفعت راسك، ده مرمغت راسك في التراب. ايوه ممكن تكون ست طيبة وعندها تندى لابنك يقعد، قبل ما تدخله تعالى لو في ضيفنا ابوك اقعد معاه. دي آداب الإسلام. فسيدنا داود عليه السلام، سيدنا داود أول ما دخل
هيضرب بقى. لا انا مسأله الاول، قال له من انت؟ قال له انا الذي لا اهاب الملوك. الله اكبر. قال له ايه؟ قولها كده، انا الذي لا اهاب الملوك ولا يمتنع عني شيء، لا باب مقفول يحشني ولا حتى لو عملت ايه، ولو كنتم في بروج. الله يفتح عليك، انت تيجي كل مره اوعى تسيبني، خليك معايا كده. ولو كنتم في بروج مشيده. فبيقول له انت مين؟ ايه اللي دخلك هنا؟ قال له انا الذي لا اهاب الملوك. خلي بالك خلي بالك، لا يعملنا فيك ملك الموت. بقى معقول بقى احنا نطول دي ان ملك الموت يكلمنا قبل ما يقبض روحنا؟ بقى معقول؟ معقوله؟ مش لاقي كلمه اقولها. من انت؟ يقول له انا الذي لا اهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. قال داود انت والله ملك الموت، فمرحبا بامر الله. خد الاذن، فرمل داود مكانه، وقف مكانه حتى وقف مكانه حتى قبضت روحه، وفرغ ملك الموت منه، وطلعت الشمس. فقال سليمان للطير. الله أكبر. سيدنا سليمان من الطيور، ما كان بيكلم، ما هو ربنا علم سيدنا سليمان قبل ما ابوه يموت لغة كل شيء. نادى على الطيور. شوف كان سلطان وصل فين. ايه ده؟ ان يتحكم في الطيور في السماء. يا ايتها الطير ظللي على داوود. وهم رايحين يدفنوه ويغسلوه بقى ويجهزوه، قال لها اعمل لنا ايه زي تندة كده مظلة. الله يفتح عليك، اي الله ينور عليك، اعملي ايه مظلة. مفيش كلمة كمان. صلى على سيدنا النبي. فأظلت عليهم حتى غيبت. لا ما ينفعش كلمة غيبت. حتى وارت ضوء الشمس كأنهم بليل. الدنيا ظلمت لما يكون قافل شبابيك اوضه ومسقف حته سقف بيت. فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا. يا سلام، فين انتوا يا مسلمين؟ او ده موجود في كتب المسلمين قبل المراوح دي. بقى ما فيش واحد مسلم يفهم فكرة المروحة. ما المروحة فكرتها كده، نفس الفكر، حركة الريش بتجيب هواء. قال اقبضي جناحا جناحا. سيدنا النبي وهو بيحكي الحديث كان يفعل هكذا، يعني تسيب دراع مفرود والجناح الثاني، ثم تفرد هذا وهي طايره واقفه كده، وتفرد الاخر، تعمل عمليه ايه تكييف مركزي، والشمس تظهر بدل ما كانوا مغمين الشمس خالص. تمام. كيف وكان النبي يبين لهم كيف فعلت الطير هذا. وغلبت عليه يومئذ المبرحية، يعني أشد الطيور تضليلا هذا اليوم الصقور ذوات الأجنحة الطوال. الصقور، شفت الصقر قد ايه؟ مش الصقر العادي، الصقر اللي هو الوحوش. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب العالمين، سبحانك يا رب. ومات داود عليه السلام ودفن، وظللت الطير المشيعين، وتولى زمام الأمر سيدنا سليمان. يجي بقى في كتب بقى سفر التكوين ده بتاع غير المسلمين، يقول لك ايه، اسمع يا سيدي الكلام الخايف. بس المسلمين يقول لك المسلمين مش فاهمين دينهم،
المسلمين مش فاهمين دينهم. اسمع عشان تحمد ربنا. يقول لك الكتب دي موجودة حتى اليوم عند غير المسلمين، ودي كتابهم المعتمد. يقولوا ايه؟ لما مرض داود وأصابه المرض الشديد فكان لا ينتفع بدفء أبدا، لا ينتفع بدفء أبدا، عمال يترعش. فأتوا بامرأة حسناء حديثة السن صغيرة فأناموها في حضنه. يا سلام، ينفع لا يتقال على النبي. يلا. ويتولى سيدنا سليمان. اسمه ايه بقى؟ سليمان ابن داوود ابن صبط ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. سليمان ابن داوود ابن صبط ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ما صلى على سيدنا محمد. ويعقوب هذا هو المسمى بإسرائيل. إسرائيل إسراء عبد، إيل الله، إسرائيل يعني عبد الله. وآتينا داود زبورا، يبقى سيدنا داود نزل عليه ايه؟ كتاب. طب وسيدنا سليمان أحد 4 ملكوا الدنيا بأسرها. بتوحد ربك بقى. 1 من 4 ملكوا الدنيا بحمد. قدامك كتير؟ طيب، أحد 4 ملكوا الدنيا بأسرها. مين؟ قلنا قبل كده الحكايه دي لما كنا بنتكلم عن مين؟ عن ذي القرنين. مؤمنان وكافران. 1 من 4 ملكوا الدنيا، 2 مؤمنين و2 كافرين. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمروذ ابن كنعان وبخت نصر. يبقى 2 مؤمنين و2 ايه؟ كفار. اسمع يا سيدي. وورث سليمان داود. ورث ايه؟ ورث العلم وورث النبوة. ورث العلم وورث النبوة والملك. لأن لو قصد وورث سليمان داود المال، ما سيدنا داود عنده أولاد ثانيين غير مين؟ غير سليمان. ولو خصص سليمان بالمال دون إخوته لكان فيه ظلم. وبعدين الأنبياء ما بيورثوش الفلوس. أي نبي يموت أمواله تدخل في سبيل الله. يا سلام، اللهم اجمعنا بهم في جنتك واجعلنا معهم في صحبة نبيك، واملأ قلوبنا بحبهم وشفعهم فينا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.